حبايبي الحلوين، جبت لكم مقتطفات أيام ما كانت على ذمة رضا، وبعد ما طلقها ابتدت تفتح لنفسها الجعانة الجلدة، وابتدت تصرف على نفسها وتحالي روحها. بس مهما عملتي طفش رضا خلاص، لأنه عرفك على حقيقتك. ما أعلنتيش الطلاق ليه؟ علشان خاطر كان نفسك يرجع لك. طب ايه سبب الطلاق؟ قلتي ناس دخلوا ما بينا وعملوا عكة، واشتغل في العكة، ورضا سمعهم وفهمهم وسابك. طيب ايه اللي دخل عبير والخيانة؟ احنا ما نعرفش. انت دخلتيها كارت حشر علشان الناس تستضعف، يعني الناس يحسوا ان انت انسانة مظلومة وانت غلبانة، والناس كلها تبقى حنينة عليكي ويشاهدوكي ويتفرجوا على اللي انت بتقوليه، رغم ان رضا طلع قال انا طلقتك وكل واحد راح لحاله. انا اتجوزت، خنت، مشيت في الحلال، مشيت في الحاجة التانية اللي أنا عايزة أكلمكم فيها، في ناس قالوا لي كتير قوي طب ليه مدام هناء لما حسيتي بخطأك أو إن أنت مخطئة ما حاولتيش تصلحي العلاقة بينك أنت والأستاذ رضا؟ بصوا يا جماعة، أنا ما أعلنتش على الطلاق بسرعة. لو تلاحظوا أنا قالها لي من هنا أنت طالق ومشي ماشي، وأنا والله العظيم اتفاجأت زيكم بالظبط بنزلوا على مصر. أنا قلت هيهدى ويرجع. من هنا يا بنات هجيب لكم المقطع اللي بلسانها اللي ذكرت فيه وقالت احنا كنا بنتخانق خناقة عادية، وانا اللي بقيت اقول له لو انت راجل طلقني، طب طلقني طلقني، لو انت راجل طلقني، انت لو عندك نخوة وعندك نسبة من الرجولة طلقني. فاذا اي واحد يا بنات هينقل له الكلام ده وهتصر على الموضوع فهيطلقها لانه عنده كرامة. لكن في الآخر وفي الأول برضه مفيش خيانة، رغم إن الواحدة لما بتبقى حاسة إن جوزها خانها وعمل معاها أي مشكلة هتطلع تفضحه على الملأ ومش هتسيبه. تعالوا نكمل. مفيش داعي اقول سببها ايه، بس احنا كنا بنتخانق خناقه عاديه جدا، واللي حصل انا اتنرفزت قوي في الخناقه دي. فمن ضمن الكلام وانا متنرفزه فبقول له لو انت راجل طلقني. انا في الاول حاجه قلت له طلقني طلقت، مسكته وقلت له بقول لك لو انت راجل، لو انت راجل بحق وحقيقي وعايز تثبت لي ان انت راجل طلقني يا رضا. راح قال لي انت طالق. اتصدمت صدمه كبيره قوي قوي لما شفت الفيديو. كان اول حاجه حط على المنتدى ان هو نزل على مصر، وقال فيديو هنزله بعد شويه. انا اتصدمت، نزل على مصر يعني الموضوع بحقه حقيقي، ده ما رضانيش قبل ما يمشي. طب في ايه يعني؟ زعلت جدا وقعدت عيانه 4 ايام، ما نزلتش فيديوهات 4 ايام او 5 ايام. انصدمتي علشان ايه؟ علشان عنده كرامة ومشي وسابك ونزل بلده؟ علشان انت اللي كنت بتقولي رضا ما كانش محتاج فرنسا ولا عايز يعيش في فرنسا، بس رغم ان هو اتعرف عليا واتجوزني وكان بيحبني فقعد عشان يونسني في وحدتي، وانا مساعتها قلت اقف جنبه ونعمل اوراق اكتر واكتر بحيث ان تنزلي انت وهو وتسافروا وتروحوا وترجعوا. صح؟ مش هو ده اللي انت قلتيه؟ طب دلوقتي اتصدمت ليه؟ عشان خاطر دوست على كرامته وقلتي له لو انت راجل طلقني؟ طيب اهو طلقك، تندمي عليه ليه بقى؟ ما انا نفسي افهم يعني، هو انت مش انت اللي عايزه كده؟ تندمي عليه ليه؟ رغم ان انت مش صغيره، والاسلوب بتاعك كان قبل كده كنت بتقولي كان نفسي اتجوز واحد زي جانو، مع ان جانو باعترافاته وانت بتسأليه هل انت خنت مراتك قالك خنتها بدل مرة 2. فلو حتى رضا حصل منه غلطة كان ممكن تعدي، لكن انت مش كده خالص. انسان كويس جدا 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 معايا، وانتوا كلكم شفتوا في الفيديوهات. اولا راجل جدا، بيخاف عليا، كان بيخاف عليا قوي. انا حاسه ان هو كان في فتره من الفترات بيحبني جدا، انا متاكده من ده. مش ما كانش بيمثل عليا الحب. رضا راجل جدا 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 فوق ما تتخيلوا. انا اول ما اتجوزت رضا بعد الحادثه بتاعت الحادثه اللي عملتها في الشارع هنا، الحادثه بتاعت العمل اسمها اكسيدو دو تراجي دو ترافاي. كنت يعني ادوني زي ادويه علشان كان بيجي لي كوابيس كتير، ومريت بفتره وحشه جدا في حياتي، وخاصه قبل ما اتجوز رضا جات لي صدمه كنت حكيت لكم عليها، ان كنت هتجوز واحد من قرايبنا وما تمتش، وجات لي فتره كنت كتير تعبانه نفسيا، ان في حاجات كنت ببقى عايزه اعملها وما بتتمش في حياتي. فاول ما اتجوزت رضا اول حاجه يعني شافني بقى او لفتت نظره لاني باخد بعض
البرشام بتاع النوم والمهدئات دي، قال لي لازم تمنعيها. قلت له لا يا رضا انا متعود عليها. قال لي عشان خاطري امنعها. قلت له ما ينفعش، لازم على الاقل امنعها باستشاره الطبيب وبالتدريج. فقال لي انا همنعها لك، انا هخليكي تمنعيها. قلت له طيب واحده واحده. والله العظيم خبى مني الدواء وقال لي مش هتاخديه تاني، كان خايف جدا على صحتي. قلت له طب يعني مش هينفع كده مره واحده. قال لي انا هخليكي تنامي وبطريقتي الخاصه هخليكي تنامي. والله العظيم وحلفان ما اكدبش قدام ربنا، ربنا يحاسبني على الحلفان ده، انه قال لي انا هاخدك، كفايه ان انا اخدك كل يوم في حضني وانيمك. وفعلا كان ياخدني في حضنه يملس على شعري لحد ما انام، واتعودت على كده بصراحه. يعني فعلا عارف في فتره قصيره جدا جدا جدا. في دواء الناس ما بيوقفوش بسهوله، لكن قدر رضا بحبه وعطفه عليا واخلاصه ليا ومعاملته النبيله ليا ان يوقف لي الدواء. والله العظيم دي حقيقه، اقسم بالله انا ما بكذب. عشت مع رضا ايام حلوه جدا، الاستاذ رضا ايام حلوه جدا. كنا احيانا يحصل بينا تاتش زي اي زوجين، يعني نتخانق وخناقات عاديه يعني، وكانت قليله جدا. شوف بقى قد ايه، لدرجه انا كنت بقول انا عايشه في الجنه، لانه رضا كان بيمتص غضبي. انا بتنرفز شويه، كان دايما يمتص غضبي. ولو حتى انا الغلطانه كان هو بيجي يصالحني ويبوس على راسي، وما كانش بيخليني انام زعلانه ابدا ابدا. اقسم بالله دي حقيقه. كان لما اكون مش قادره اطبخ كان بيقوم يطبخ بالنيابه عني، او احيانا يعمل لي مفاجاه ان هو اللي هيعمل الاكل وانت اقعدي ارتاحي النهارده. كان انسان كويس يعني، يعني وما زال. بس انا بتكلم على الفتره اللي كان عايش معايا فيها، عشان انا كان بيطلع على وشه غضب الله ويقول لي حق ايه كسر حقك، حق ايه كسر حقك. خدت لما شفطتني، لما فلستني وتقول لي حقك عشان طالع لي. ده انت كنت يا رب تطلع من الاوضه لابس ومتسبسب وحاطط البرفان بش بش. اقول لك طب هم هيشموا البرفان في الفيديو ويقعد يسبسب لي شعره ساعه ويعمل لي ماسك، وانا ابقى حاطه الاكل وحاطه البتاع وحاطه الكاميرا، وده طالع لي من الاوضه يقول لكم سلام عليكم. جه الملك جه ياكل معايا، قاعد عملت معاكي فيديو. ده فيديو؟ ده انا اللي عامله الاكل وانا اللي غسل المواعين وانا اللي جايبه الطفح لما يطفحك، وتقول لي عملت معاكي فيديو؟ وده فيديو؟ جوازة الندامه بيقول ان انا خدت شبابه، وانت كان عندك اقول شهاده حق على الانسان ده. الانسان ده كان معايا كويس وكان بيحبني وكان بيخاف عليا، وما كانش بيحبني لاي مصلحه، وما كانش منتظر اي حاجه مني، وكان قاعد بفرنسا وقعد عشاني. هو ما كانش محتاج يقعد بفرنسا يوم واحد، بس بعد ما اتجوزني قال لي انا هقعد عشانك عشان حبيتك. وانا وعدته وقلت له من وقت للتاني هنبقى ننزل نزور الولاد، لان بما انه كان معاه ريسيبيسي كنا مستنيين ياخد اول كارت عشان نقدر ننزل من فرنسا على مصر، عشان كنا خايفين نطلع بريسيبيسي. الريسيبيسي اسالوا اي حد عليه هنا في البلد، ان لو حد طلع بيه صعب يخش تاني بيه، اللي هو الكروت المؤقته دي. فاستنينا لما ياخد اول كارت، واول ما اخد اول كارت ليه نزلنا وشفنا الاولاد، وخد اول كارت وخد تاني كارت، وكان الكارت اللي طلع ده قريب قلت له تعالى خده، قال لي مش عاوزه، قال لي مش عايزه. فده اللي حصل يعني باختصار. فكرتيش في طلاقك ان الراجل ده خاين، ان الراجل ده خد فلوسك، ان الراجل ده ضحك عليك وطلع؟ ما ذكرتيش في طلاقك ان عبير هي سبب الطلاق، انه خانك مع عبير، وانه انت بنيتي الحاجات دي ليه؟ زي ما كان ذكر رضا مرة وقال بتجيب قصص وحكايات انا مش عارف بتألفها من فين. طيب اجيب لكم مقطع بنتها اما كانت بتتكلم في عبير، وانتوا هتشوفوا نظرات بنتها، لان بنتها عارفة ان امها كذابة ومش كان عايزة تاخد يعني سيئات على قفا امها من الاخر يعني. فهتشوفوا بنتها وتشوفوا نظرات فيروز اللي هي ما بتقبلش امها في الكلام بتاعها، لان عارفة ان امها بتاعت افلام هندي، وبتضحك على بناتها تقول لهم ما انا لازم اعمل افلام علشان اجيب مشاهدات في نفس الوقت، علشان اجي ادخل دخل، رغم ان هي عندها دخل كبير قوي بخش لها اكتر من 25,000 يورو في الشهر الولية دي، لكن هي عايزة تعمل كده، هي حابة الافلام الهندي اللي هي طالعة بيها. طب اجيب لكم بنتها وبعد كده هجيب لكم برضو براءة عبير من ذنبها في الطلاق. تعالوا نكمل. طب نارها دي هتطفى امتى؟ والناس يقولوا لي طب نشي.
لما طلعت عملت 35 فيديو، الناس قالوا لي ما ترديش عليها، ما تسمع لهاش، دي شكلها مجنون. قلنا ماشي، يعني لا على المجنون حرج ولا على المريض حرج، لكن هتقعد بقى كده تحاربني لحد الموت؟ ولما انا اطلع اعمل رياكت ابقى انا الوحشه، ابقى انا اللي مش متربيه، ابقى انا اللي لازم اتحمل؟ تعالوا ما اجيب لكم المقطع اللي كان بتشكر في عبير وبتقول احنا كان في ايام ذو الحجة كنا نتكلم مع بعض كأصدقاء، وهتحكي لكم بنفسها ايه اللي كان بتتكلم مع عبير فيه، وان هي الوحيدة اللي كانت صديقتها، بما انها كانت طالعة من قبل ده في المقطع اللي بنتها قالت لها انت اتجننتي خلاص. تعال نكمل المقطع ده. مش عاجبك امي من هنا عشان اكمل كلامي مع الناس، اتفضلي. انت اتجننتي بس بطلي الادب. نو بطلي قله ادب، انا بتكلم مع الناس. العشرة من ذي الحجة أو غير العشرة من ذي الحجة في أيام السنة، لما بجتمع أنا وأصدقاء ليا، أنا يعني مش أصدقاء، هقول أنا وعبير مثلا لما كنا في باريس، كنا نجتمع دايما على حب الله، في محبة الله، نتكلم مثلا عن حاجة أثرت فينا. هي مثلا تقول لي عن المعجزات اللي عملها معاها ربنا، لما دعت، لما عملت ربنا وقف معاها ايه في الموقف دوا. انا احكي لها كمان عن ربنا عمل معايا ايه لما وقعت في الشدة الفلانية، ولما دعيت لربنا، ولما عملت القيام. هنا لما كنت انا مجتمعة مثلا انا والصديقة العزيزة دي وبنذكر الله، فكان كان بيحيط بينا مين؟ بيحيط بينا الملائكة. لاني اي جماعه او اي ناس بيجتمعوا في حب الله ويقعدوا يتكلموا مثلا عن حديث نبوي او عن ايه قرانيه او يذكروا اشياء تخص الدين، بيحف بيهم الملائكه. غير الناس بقى اللي هم يعني رايك يا حبايبي لما بتجتمع بالعزيزة الصديقة الغالية وفي نفس الوقت تقول لكم احنا متجمعين على حب الله وعلى المعجزات اللي حصلت له؟ هو انت المعجزات حصلت لك انت؟ يعني هو انت مثلا تبع الانبياء والصديقين والشهداء ولا ايه ظروفك؟ ما احنا مش فاهمين. اصل المعجزات دي دي للانبياء فقط، ان ربنا نزل المعجزة على نبي كذا ونبي كذا ونبي كذا. انت مين عشان تتكلمي كده؟ طيب تعالي يا بنات نشوف المقطع اللي جاي لما بتقول لكم على الاسبريسو اكسبريسو على القهوة. نكهة القهوة اللي مكتوب عليها ايه؟ أغابيكا، معرفش. هي القهوة اللي هي بتبقى اكسبريسو ساقعة، اكسبريسو 100% 100% فاضية، الناس واخدينها كلها. بصيت كده للتلاجة وقلت يا كل ما احب حاجة اوريها للناس. هنا سيبكوا بلا الاسبريسو، هي اسمها اسبريسو مش اكسبريسو. اكسبريسو ده السريع، اكسبريس. اما الاسبريسو فدي القهوة اللي قلت لكم عليها. طيب هنا بتقول لكم انا مش هسامح رضا علشان خاطر رضا طلع مع اعداء محهم، بما انك انت طلعتي ناس كتير قوي على رضا وعلى عياله وعلى امه وعلى عيلته، وحتى ما يعني بقولك ايه، العيش والملح اللي اكلتيه عندهم طلعتيه عليهم. طب هنا سؤالي للبنات الأذكياء، هو منين بيروح على فين؟ يعني منين رضا طلع من فرنسا مديون واخد قروض وانت اللي بتسد القروض؟ ومنين يا اختي رضا مص دمك وخد فلوسك وخلي اللي وراك واللي قدامك وطفاش، مع انك انت بلسانك قلتي انا اتفاجئت ان هو نزل مصر وخد شنطته بعد ما رمى عليك اليمين. الله، سماواتي والارض والمطره بتنزل اهي. انا كنت ممكن اسامحه وكنت فعلا مسامحاه، كنت فعلا وقتها مسامحاه وقلت له انا مسامحاك. كنت ممكن اسامحه لو ما كانش طلع عليا وتبلى عليا وافترى عليا وشتمني باقذر الشتايم وحط ايده في ايد اعدائي واعتذر لاعدائي وسامح اعدائي واكد على كلام اعدائي. لو ما كانش عمل كل الحاجات دي وطلع اتهمني ان انا سحراه، طلع افترى عليا بحاجات كتير جدا، وافترى في اسلام بسجانه، وافترى في صلاتي، وافترى في حاجات كتير. لو سؤالي هنا بس، هو انت اللي رجعك لرضا وحوارات رضا والدنيا دي كلها؟ هو انت لسه جايلك الخبر ان رضا عمل عمرة
ده رضا عمل عمرة وروح يا ولية، يعني خلص عمرته من زمان. وانت هو رضا كل ما هيطلع على السوشيال ميديا هتطلع تاكلي في روحك كده 24؟ وهل هو اتصل بيكي اصلا ولا عايزك تسامحيه؟ ده هو راح عشان يعني ربنا يغفر له الذنوب اللي عملها، رغم ان هو كان متجوزك على ورقة وب2 شهود. اخدك ورحت اتجوزت في المرية، الاتنين ما اعترفش بيهم رضا، قالك انا عايز عشان تريحي قلبي اتجوز عند المأذون في مصر. وانت قلتيله هو احنا متجوزين مرتين والمرة التالتة ليه رضا؟ قالك ريحيني عشان ضميره يكون مرتاح. واخده بالك؟ مع ان الناس كلها عارفة ومن شروط الجواز الإشهار، وانت كنت متجوزاه عرفي واتجوزتها على ورق فرنسي. رغم ده كله ما كانش معترف بيه، وراح للمأذون لأنه مسلم وعارف الدين ازاي، وده بلسانك مش بلساني. أجيب لك المقطع؟ تعالوا نجيبه تاني. جوزك عند مأذون، تمام؟ قلت له يا احنا كده هنتجوز 3 مرات، ايه لازمتها؟ احنا اتجوزنا جواز شرعي بشهاده الامام والشهود، وعملنا ورقه واتجوزنا بالمري، ايه لازمه نتجوز في مصر تاني نعمل بطاقه عائليه في مصر تاني؟ قال لي انا عايز كده، ريحيني ريحيني. قلت له اوكي، ورحنا في مصر برضه انا وهو واتجوزنا عند مأذون. اتجوزت عند مين؟ عند ايه؟ مأذون، مش إمام جامع، لأن رضا كان شاكك في الجوازة من الأساس. لكن ما كانش عمل الحاجات دي كلها وطلع باللايفات دي افترى عليا فيها وظلمني وكذب وتبلى عليا وافترى عليا وحط ايده في ايد اعدائي. والله العظيم كنت سامحته، والله العظيم كنت سامحته. سؤالي بس يا نقة، هو مين اللي افترى على مين يا حبيبتي؟ يعني هو رضا اللي افترى عليك الأول، ولا انت اللي طلعتي اتشرشحيله وانت قاعدة على السرير ولابسالنا الروب، ويا اللي امك ويا اللي عيلتك ويا اللي مش عارفة مين، ولا لما رحت لقيت مين ودخلتيه في عبير ودخلتيه في كذا حد واللي سرق فلوسي واللي عمل، وطلعتي كان ناس تانية عليه وجابوا صور بناته وحطوها على ناس قلعة، وعملت البدع اللي ما اتعملتش، وجاية تقولي قال كنت سامحتيه؟ الراجل ما هو ما طلعش من شوية، وبعدين انت قد امه فعلا، انت كبيرة. عندي 4 سنين وبلعب في الشارع أولى ولا بلعب في بيتنا؟ عندي 4 سنين، طفلة عندها 4 سنين هو كان بيتولد. يعني انتوا شايفين ان فرق 4 سنين دوا ان انا قد امه؟ مش للدرجة دي. ده الرسول اتجوز السيدة خديجة وكانت اكبر منه ب15 سنة. رئيس فرنسا عندنا متجوز زوجته اكبر منه زوجته اكبر منه ب35 سنة. كانت هي المدرسة بتاعت الفرنساوي بتاعته وهو طفل. فياما رجاله اتجوزوا ستات اكبر منهم وعاشوا معاهم حياه سعيده. عمر ما كان العمر مقياس، طالما الست كويسه وقادره تدي وصحتها كويسه. فانتوا ليه بتكتبوا التعليقات دي؟ التعليقات دي انتوا مش بتستفزوني بيها خالص. امبارح واحده داخله برضو تكتب لي في العرض احمدي ربنا حتى لو خد منك مليون ولا لو خد منك مش عارفه ايه، يعني احمدي ربنا ان هو متعك بالفراش. عيب الكلام ده، فراش ايه اللي متعني فيه؟ انا اصلا ماليش في الحاجات دي ولا بحبها، وهو اول واحد يعرف. سليب عارفينه ده يا جماعه؟ ده جميل قوي قوي. طبعا مش هاخد منه ده بقى كتير، هاخد 2 أو 3 صراحه. ده حلو قوي للستات طبعا، انتوا عارفين ده ايه ده يعني. هاخد واحده كمان منه، حلوه قوي 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 قوي. بدل ما الواحد يعني احنا خلاص لا حياء في العين، بدل ما الواحد مثلا يغير الكلوت 10 مرات في اليوم، ممكن نحط دي في الكلوت للافرازات اليوميه وكده. عارفين هنا خدت منه 3. الصراحة امال لو ليكي في الحوارات دي كنت عملتي ايه؟ طلعتي بمقطع اللي انا جبته في الاول ده، وطلع في المقطع التاني تقولي على واحدة بصت لجوزك وكان نفسها فيه وكان تشتهي ابصر ايه، ولما حد سألك في اللايف قلت ده احنا العواجيز اللي نحب الجواز. تخيلوا حلف عينيها وبقت نفسها، يعني لا مؤاخذه انا بكلمكم بشكل صريح، بقى نفسها فيه وبقت تشتهي وتحلم ان هي يا ريت لو تنام معاه، يعني لو تقدر تنام معاه. يعني معلش انا بكلمكم بشكل صريح. عيب ما تخلونيش افتح مواضيع واتكلم على حياتي الشخصيه او اتكلم على حاجات تخصني، حاجات انتيم اطلعها ليكم. عيب اتكلم معاكم فيها، انا ماليش في الحاجات دي. انا مش من الستات اللي يعني لا مؤاخذه بيسموها ايه، هايجه على الحاجات دي، بدليل ان انا عشت 10 سنين لوحدي.
ده مش دليل، ده بالعكس، دي إدانة. دليل ال10 سنين اللي انت عشتهم لوحدك. امال الطيار ده كان مع مين؟ وانت اللي قلت بلسانك ان الطيار توفى من هنا بعدة شهور وانت اتجوزت رضا. طب وبدليل ان انت كنت بتقولي كنت نازله اتجوز ابن عمتي اللي جاي من امريكا، ايمن، واخده بالك، ايمن، وبعد كده لما الراجل قال لك لا ده انا عندي عيا وضحك عليك وهو ما كانش نازل يتجوزك ولا حاجه، جالك حاله نفسيه وكان بلسانك قلت الكلام ده. وكان جالك كمان التركي، وجالك ناس كتير قوي كنت بتبحثي وتصلي صلاة استخارة وما كانش بتمشي ولا كانت بتسرح، لدرجة ان انت قلتي انا كلمت اختي واختي قالت لي، وانت قلت لها هو انا وحشة الناس مش عاجبيني مش عاجباهم ليه، هو انا فيا حاجة غلط؟ قالت لك لا يا حبيبتي اصبري تنولي. بلا قعدت 10 سنين قعدتهم مع الطيار يا ولاي. اجيب لك المقطع، طب استنى. مات مش من فترة كبيرة، يعني أنا قبل ما أتجوز رضا بحاجة بكذا شهر الراجل اتوفى. فهي تمام، وما زلت عايشة لوحدي الحمد لله، عايشة بالحلال، ما بدورش على حد لا مؤاخذة يجي يبسطني ولا ست ممحونة. ورغم ان انا عايشه في بلد اوروبي، بلد غربه، بعيد عن اهلي وبعيد عن اصحابي وبعيد عن كل الناس اللي يعرفوني، عايشه في بيت لوحدي، يعني ممكن اعمل اللي انا عايزاه. وحتى لو يعني عايش معايا بناتي ولو عايزه اعمل انا عايزاه في غربه زي دي، ممكن اروح اعمله لا قدر الله في فنادق، ولا اروح للناس في بيوتهم لو انا. هنا بقى يا بنات عرفتوا مين فنادق ولا ما عرفتوش؟ وقالت لكم انا لو عايزه اعمل حاجه، حتى ما ذكرتش وقالت انا بعيده عن الناس كلها لكن في رب كريم شايفني في الغربه وانا بتقي الله في نفسي وبخاف رب العالمين. هي ما قالتش كده، قالت لكم انا لو عايزه اعمل حاجه هعملها، ولو بناتي معايا هروح اعملها في فنادق. الله. وقبل كده قالت لكم انا لو بدور على المتعه ما الشارع مليان كتير بره، وبرضه كان بلسانها مش بلساني. يبقى مين بتاع فنادق يا حبايبي؟ طب مين بتاع كيمو كماكيمو على البحيرة؟ أجيب لكم المقطع. واحده مش متربيه ولا ممحونه زي ما انتوا بتكتبوا لي، عيب الكلام ده يا جماعه، عيب والله الكلام ده هتتحاسبوا عليه. يعني كل واحد بيطلع من لسانه كلمه عليها يعني رقيب. يعني رجعت بنت صغيره رغم ان انا كبيره في السن، يمكن لا انت اسبوع مش لا كبيرة، مؤاخذه، والله اسبوع ما لا كبيرة. مؤاخذه. انا هتكلم مع الناس كده يعني مش هتكسف، اسبوع ما كانش عارف يفتحني، مقفوله رجعت بنت صغيره تاني، اني مش مستعمله بقالي 10 سنين. لو كنت انا ماشيه في الحرام كان كشفني، اول واحد كان كشفني من اول ليله الدخله. فهو قال لي بلسانه ده انت كانك بنت ما اتفتحتيش قبل كده. انا غرقت الدنيا حسبي كلها الله ونعم دم، الوكيل. غرقت الدنيا كلها دم، لاني حافظت على شرفي 10 سنين. قعدت يعني كاني بنت لسه جديده، قعدت شهر ولا 2 بنزل دم. ليه؟ مقفوله كاني بنت صغيره رغم ان انا كبيره في السن. لا شيء. على انا الكلام ده. لما اتجوزني لا مؤاخذه يعني رجعت بنت صغيره رغم ان انا كبيره في السن، يمكن لا انت اسبوع مش لا كبيرة، مؤاخذه، والله اسبوع ما لا كبيرة. مؤاخذه. انا هتكلم مع الناس كده يعني مش هتكسف، اسبوع ما كانش عارف يفتحني، مقفوله رجعت بنت صغيره تاني، اني مش مستعمله بقالي 10 سنين. لو كنت انا ماشيه في الحرام كان كشفني، اول واحد كان كشفني من اول ليله الدخله. فهو قال لي بلسانه ده انت كانك بنت ما اتفتحتيش قبل كده. انا غرقت الدنيا حسبي الله كلها ونعم دم، الوكيل. غرقت الدنيا كلها دم، لاني حافظت على شرفي 10 سنين. قعدت يعني كاني بنت لسه جديده، قعدت شهر ولا 2 بنزل دم. ليه؟ مقفوله كاني بنت صغيره رغم ان انا كبيره في السن. لا شيء. على انا الكلام ده. لما اتجوزني لا مؤاخذه يعني رجعت بنت صغيره رغم ان انا كبيره في السن، يمكن لا انت اسبوع مش لا كبيرة، مؤاخذه، والله اسبوع ما لا كبيرة. مؤاخذه. انا هتكلم مع الناس كده يعني مش هتكسف، اسبوع ما كانش عارف يفتحني، مقفوله رجعت بنت صغيره تاني، اني مش مستعمله بقالي 10 سنين. لو كنت انا ماشيه في الحرام كان كشفني، اول واحد كان كشفني من اول ليله الدخله. فهو قال لي بلسانه ده انت كانك بنت ما اتفتحتيش قبل كده. انا غرقت حسبي الدنيا الله كلها ونعم دم، الوكيل.
غرقت الدنيا كلها دم لاني حافظت على شرفي 10 سنين. قعدت يعني كاني بنت لسه جديده، قعدت شهر ولا 2 بنزل دم. ليه؟ مقفوله كاني بنت صغيره رغم ان انا كبيره في السن. ماشي. عليا انا الكلام ده. لما اتجوزني لا مؤاخذه يعني رجعت بنت صغيره رغم ان انا كبيره في السن. يمكن لا انت اسبوع مش لا كبيرة، مؤاخذه، والله اسبوع ما لا كبيرة. مؤاخذه. انا هتكلم مع الناس كده يعني مش هتكسف. اسبوع ما كانش عارف يفتحني. مقفوله رجعت بنت صغيره تاني اني مش مستعمله بقالي 10 سنين. لو كنت انا ماشيه في الحرام كان كشفني. اول واحد كان كشفني من اول ليله الدخله. فهو قال لي بلسانه ده انت كانك بنت ما اتفتحتيش قبل كده. انا غرقت الدنيا كلها دم، غرقت الدنيا كلها دم لاني حافظت على شرفي 10 سنين. قعدت يعني كاني بنت لسه جديده، قعدت شهر ولا 2 بنزل دم. السلام عليكم. بس يا بنت اسكتي بقى. يا حبيبي وحشتني. بيقولوا عليها رقيب عتيد، يعني في واحد ملاك بيحاسبك على كل كلمه بتكتبها وكل كلمه بتقولها. بس بنزلي بقى البنطلون وكده عشان بقى ابدا اعمل الراديو. ونقعد بقى هنا بقى كده عشان يعملوا لي الاسكندر. خلصت يا جماعه. الفلوس دي خدك وانت عجوزه. احمدي ربنا متعك في الفراش، احمدي ربنا شفتي معاه يومين حلوين، احمدي ربنا دلعك راجل في 4 سنين وانت عجوزه شمطاء. عيب دلع ايه ومتعني ايه وعمل لي ايه؟ ده دين. ولو اي راجل بيتجوز الست دي حقوقها. انتوا بقيتوا كمان تحسبوا الحقوق الزوجيه بتاعت الست، ان راجل يبسطها او يمتعها، ان يبسطها ويمتعها تدفع له حق. ده في اي شرع وفي اي دين انتوا بتتكلموا. انتوا دينكم دين ايه؟ ده ما فيش دين نزل من السماء او دين سماوي بيقول ان الست تدفع للراجل حق متعتها. ده لما بيتطلقوا بيدفع لها نفقه متعه ان هو اللي اتمتع. فانتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا خلقتوا دين جديد. تكتبوا لي الحاجات دي في التعليقات يا قلالات الادب يا اللي ما تربطوش اللي ما تربطوش بتعريفه. والله العظيم ما تربطوش بتعريفه. حسبتوا الدين اللي هو يعني اتفق معايا فيه انه هدفعه انا وهو، ان هو احسبيه حق ان هو ممتعك. يا قلالات الادب الدين دين. الدين ملوش علاقه بالعلاقه الزوجيه اللي هو واجبه ناحيتي ان يمتعني، واجبه ناحيتي ان يكسيني وياكلني ويشربني ويبسطني ويدلعني. مفيش راجل بياخد من ست حق الفلوس دي. المهم نرجع للمهم. الدين دين، وبعد كده هو مرضاش يدفع في الطلاق. ما تحسبوش انه ده دين عليه. انتوا بتقولوا لي انت اللي وافقتي تتجوزي منه. ايوه وافقت اتجوز منه، ده انا اللي دفع. هنا يا بنات انا قلت اخد مقتطفات كده على السريع سهله ومفيده، وفي نفس الوقت اجيب لكم الكلام وعكسه. طيب وصلت لغايه فين؟ نوصل النهارده عايزاكم تعملوا شير كتير قوي وتكتبوا لي تعليقات، ولو اللي مش عايزه تكتب تعليقات حطوا لي قلوب، حطوا لي اي لايك، اي حاجه في التعليقات. عايزه الفيديو يضرب تعليقات ولايكات، ويا ريت لو نعمل شير عشان نجيب الغير وقناتنا تكبر بيكم. ومع الف سلامه يا حبايبي يا حلوين.